من 8 سنين بالظبط كنت شغال في شركة كبيرة وشفت ناس كتير قوي بتترقى بالواسطة كل يوم. زعلت؟ اه طبعا زعلت، بس بدل ما اشتكي عملت خطة ما تخرش المية. اول حاجة كنت بوثق او بسجل كل انجازاتي وشغلي بالارقام. لو وفرت للشركة فلوس اكتب وفرت قد ايه، لو عملت مبيعات زيادة للشركة اكتب انا عملت مبيعات قد ايه. تاني حاجة كل اسبوع او اسبوعين كنت ببعت ايميل للمدير بتاعي بالانجازات اللي انا عملتها كلها على مدار الاسبوع اللي فات، من غير كلام كتير ولا هري ولا اي حاجه، ارقامي والحاجات اللي انجزتها بس. تالت حاجه خدت بالي ان في عملاء معينين في الشركه معظم الموظفين ما بيرضوش يتعاملوا معاهم او ما بيحبوش اصلا. اصل عميل رخم، اصل عميل بتاع مشاكل، اصل عميل ما فيش حاجه بتعجبه. فركزت على العملاء دول واشتغلت على نفسي اكتر عشان اعرف اتعامل معاهم، وبقيت احسن واحد في الشركه بيعرف يتعامل معاهم. بعد شهرين بالظبط المدير العام بتاع الشركه طلبني عشان شاف قيمتي وشاف اللي انا بقدمه للشركه، وساعتها الواسطه ما كانش ليها اي قيمه. انا شفت ناس بعيني كان معاها احسن واسطه في الدنيا والشركه مشيتهم عادي جدا. في اوقات الشركه كانت محتاجه توفر فيها فلوس. الواسطه موجوده مفيش كلام، بس قيمتك للشركه اهم بكتير جدا. اعرف تجيب لهم فلوس ازاي او توفر لهم فلوس ازاي، وساعتها محدش هيقدر يتجاهلك او يستغنى عنك.